السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة هنقص مع بعض مفرش العروسة لطقم الأطفال، يعني لغرفة الأطفال. طبعا الطقم ده عبارة عن ستان، القرانيش عبارة عن قماش ملايات عادي، مصرية أو عياشي. طبعا الستان انتوا عارفين ان هو غالي، فعشان كده بنحاول يعني بدل ما اعمل القرانيش كمان ستان وهي كده كده مش هتبقى باينة، فهعمل القرانيش من القماش العادي. تمام. أول حاجة بياخد 5.5 ستان. طبعا الستان ده الستان الحصن، ستان تقيل، ستان الوش ستان والظهر قماش قطن. تمام. ومتر ونص قماش عياشي ده للقرانيش، ولفتين جبير ذهبي، واستراس اللي هي لفة الاستراس دي بتقصي منها الاحتياج اللي انت عايزاه. طبعا احنا هنحتاج منها للتل، حرف التل ويزين بيه يعني زي ما شفتوا في الصورة. تمام. والتل ده 3 متر، عرضه 3 متر كمان، يعني هو 3 متر في 3 متر. عشان خاطر فيه تل عرضه 160 سنتي، لا هاتي العرض عرضين، عرض عرضين، ده عرضه 3 متر مش مترين ونص كمان، لا ما شاء الله كبير. تمام. فاحنا اول حاجة هنقص الستان، قرص السرير. طبعا احنا عندنا السرير 120 او متر، انا طبعا بحب اقص حتى بزيادة، حتى لو سرير متر بحب اقصه بزيادة، فهقص 160 سنتي قرص السرير. طبعا هقص السريرين، يبقى هقص 160 سنتي و160 سنتي، معلش اسفة. طبعا احنا عندنا القماش بيجي لنا متني بالطريقه دي كده، فاحنا بنقيس بالحته المتنيه. تمام كده. طبعا انا قست كده 160 سنتي وهقيس 160 سنتي تاني، يبقى كده ايه، قصيت قرص السرير. تمام كده. ادي ايه 160 و160. تاني حاجه انا معايا القرانيش دي متر ونص، فانا هقصهم 50 و50 و50 على 3 يعني. تمام. طبعا هحتاج لكل سرير 50 سنتي وقطعة ونص قطعة من اللي هي 50 التانية. تمام. انا طبعا هنا بظبط القماش وانا واقفة، وتظبطيه وفرديه طبعا، وبعد كده بحطه على الترابيزة عشان خاطر التصوير، لكن انا عامة بقص وانا واقفة. ماشي. طبعا بظبط القماش وبفرده قدامكم تاني. قبل ما تقصي ظبطي القماش وعشان خاطر يطلع معاكي مظبوط وانتي بتقصي. طبعا انا كده قصيت 50 و50 و50. تمام. في واحدة بس هفتحها عشان خاطر ايه، يعني هقسمهم ما بين السريرين. تمام كده. واحدة بس اللي هفتحها. طبعا اللي اصلا في بنات بتشتغل كده، يعني بتحتاج بس متر ونص للسريرين في الكرانيش، وفي بيحتاجوا يعني ده في العادي او عامة الاطقم اللي بكرانيش، وفي اللي بيعملوه اصلا متر ومتر لكل سرير. تمام. فدي يعني في ناس هيفهموا القصة ديت. انا بتكلم لو انت لسه جديدة وبتتعلمي. طبعا التل هنا انا هقص اول حاجة 40 سنتي ديت للمخدات، للخدديات يعني. 40 سنتي كل خددية هتحتاج 10 و10 ونوصلهم ببعض. الخددية الواحدة بتحتاج 20 سنتي، 10 و10. تمام. طبعا انا طبعا بظبط القماش ورا الكاميرا، لان التل لازم تظبطيه كويس وتفرديه على الارض كويس عشان خاطر يجي معاكي مظبوط. تمام. ادي كده بطبق تطبيقة تانية عشان خاطر يبقى ايه 10 سنتي على 4. تمام. طبعا انا بحاول ان انا احكمه كويس جدا عشان خاطر يبقى مظبوط. تمام. هاخدها لغاية الاخر كده. قصنا ايه المخدات. طبعا باقي القماش بقى هقص بقى على 60 سنتي، 60 سنتي و60 سنتي و60 سنتي و60 سنتي، ده بالنسبة لايه للملايات. تمام. تمام. 60 سنتي و60 سنتي، وطبعا بنوصلهم ببعض. طبعا هنا انا قصيتهم، والقطعة اللي انا كنت اللي انا بقص فيها يعني اتحذفت، يعني قدر الله ما شاء فعل.
طبعا هنا هنيجي نقص بقى المخدات والخدديات. 180 سنتي هنعمل 2 مخدة و2 خددية. انا بقص بطريقة معينة كده عشان اطلع المخدات معايا طويلة. باجي من عند البرسل بقيس 110 سنتي، بطلع الخدديات الاول. طبعا احنا عندنا عرض القماش 240 سنتي، عرض القماش الستان ده 240 ما شاء الله، عرضه كويس جدا. باخد منه 110 للخدديات. تمام كده. ال 110 دي انا بقسمها تبقى 55 سنتي. مش احنا عندنا المخدات الخدديات اسفه 55 في 75، فانا بقص ال 110 سنتي من عند البرسل، وبعد كده بروح مطبقاها بتبقى 55 سنتي. تمام كده. بقص بقى 2 و2 وش وظهر. تمام كده. كده انا معايا 55 في ايه، في 75 سنتي وش وظهر. تمام كده. كده ايه، وش وظهر الخدديات. وبعد كده بقى بقص انا القلاب لوحدها ايه 25 سنتي. تمام. ادي اهي كده 4 للايه للخدديات، 2 ايه وش و2 ظهر. وادي القطعه دي اهي كده يعني ايه، هي دي 30 بس انا قصيها 25، يعني انا عملتها دي بزياده يعتبر. فهي 55 في 25 سنتي قلاب الايه الخدديات. طبعا بقى باقي قطعة القماش 130 سنتي. احنا عندنا طبعا السرير 120 سنتي، فانا المخدات كده انا طبعا طلعت 110 سنتي دي للخدديات، باقي القماش 130 سنتي في 180. طبعا ال 180 دي هنقسمها 2 هتبقى ايه 90 سنتي على المقاس ايه المخدات. ماشي. ادي كده 90، 180 قسمتها 2 بقت ايه 90 سنتي في 130، يبقى مقاس المخدة 90 سنتي في 130. انا بعمل الحركة دي بقص الخدديات من اتجاه واحد والمخدات من اتجاه واحد عشان احافظ على طول المخدة، ما تطلعش معايا 120، لا تطلع معايا 130 سنتي. ادي كده المخدات. طبعا هنا الفيونكات اللي انا كنت حاشيها فايبر مقاسها 50 سنتي في 30 سنتي. تمام. وطبعا بطلع منها الشريطين اللي انا بعمل بيهم يعني بربط بيهم الفيونكة من النص. تمام. يعني مقاس الشريطة تقريبا 10 سنتي في 50 سنتي كده. وطبعا اتبقى معايا كمان قطعة قماش عملت منها كيس المناديل او كفر المناديل. طبعا بتحطي فيه المناديل اللي هي الورق، برضو شكله جميل جدا يتحط جنب المفرش، ما شاء الله جميل جدا يعني. ده الشريطة بتاعت الفيونكة 10 سنتي في 50 سنتي. كده قصينا المفرش، وانتظروني ان شاء الله نخيطه بطريقة مميزة جدا عشان يبقى منفوش كده زي فستان العروسة. دمتم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.